شيلة اعتذار لكل أهلنا في سلطنة عمان شعبا وقيادة مقدمة من الشعب اليمني، عنهم الشيخ ياسر الحوبري، لما حصل من موقف التوقيف للأخ العزيز على قلوبنا حارث بن منصور الشريقي من قبل إحدى نقاط الجهات الأمنية الذي ليس له مبرر ولا سند قانوني. ونشكر الشيخ خالد بن محسن شطيف سفير اليمن لدى سلطنة عمان لتحركها السريع، وكل الشيوخ اليمنيين الذي تحركوا بموقف يرفع رأس كل يمني، فكان سرعة الإفراج عن صديقي السائح العماني حارث بن منصور الشريقي بصوت المنشدين خليل العسلي وباسل جعادة وتحت إشراف الأستاذ شرف المحجري. الشعب اليماني البارق ينطق بكلمة من صميم الوجدان، عنك شموخك من عمن عالق يذلك الراية بطول الأزمان، لكافة الشعب العماني الصادق كل التحية من بلاد الإيمان، نقدم الأعذر بكل حقائق عن ما حصل باختلاف العنوان، حارث ولد منصور عد العايق ابن الشرق بسقم بالعيون، شعب اليمن ما يقبل اي خنادق فيه الامن على مدار الاحيان، والله يا شعب عمان الفايق احنا وياكم كلنا كالاخوان، ما به ولا شي بيننا يتفارق لو تطلبونا من مزيج الشريان، تفداكم الارواح وكل شقايق يا من لكم هامة فوق البنيان، باسم القيادة شعبنا المتوافق نرسل تحية خالصة للسلطان، راعي المواقف بربي وثق مواقف تشهد لها كم عيان، الشيخ خالد مجاله رايق عد المراحل وقفته في الميدان، انسان نشمي محترم ومرافق اظهر بوقفه حميريه في شان، سلام له من الرايه والخافق واعداد ما صابت وشنت لمسان، اهديك حرفي